بنص القرآن. الشريعة التي كتبها العلماء انقسمت إلى قسمين. إلى القرن الثالث الحنفية تحلل المسكر، وقاضي القيروان أيام زيادة الله الأول أبو محرز كان يشرب ويسكر ويحلل. قاضي القيروان حنفي. المالكية هم أكثر تشدد في تحريم القرآن، في تحريم الخمر. لا أدري أين وجدوا ذلك. في القرآن. ذلك أنا أقول بكل ثبات وبكل خبرة، فالذي يجد في كتاب الله آية تقول حرمت عليكم الخمر فليأتي بها. واضح. غير موجودة. يوجد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. لو كان الله يريد أن يحرم الخمر لأضاف في هذه السلسلة الخمر. غير موجود. سي شك كفر فيه مع الدكتور محمد الشرفي والمدرسة نتاعو ككل باعتبار لحظة أستاذ خلينا نكمل. ما يسالش أنت اعتبرتم انسلخوا على الإسلام وإيه انسلخوا؟ ما معنى انسلخ على الإسلام؟ ما معنى انسلخ على الإسلام؟ انسلخ على الإسلام معناتها خرج عن الإسلام. طيب فعلاش الأستاذ طالبي اعتبرهم انسلخوا؟ يعني الدكتور الشرفي محمد الشرفي عبد المجيد الشرفي ومدرسته اعتبروا لأنهم أولوا الإسلام وأولوا بعض الآيات تأويل. اعتبروه في كتاب ولايات ما قلبي. اعتبرتم أنت أنهم خرجوا على السياق المعروف لتأويل النص القرآني. هو يقع في نفس الخطأ باعتبار أول النص القرآني تأويلا خارج على سياق العلماء والأمة و14 قرن من المعرفة الإسلامية. وأنا هوني باش نناقش الدكتور في الموضوع. باش نقول لك حاجة قبل كل شيء. عبد المجيد الشرفي لم أكفره. قلت انسلخوا عن الإسلام. خليني نتكلم. تفضل. خليني كلمة. خليتك تتكلم. خليتك أنت من أول مرة تتكلم. خليني نتكلم. يجاوبك على الشرفي بعد جاوبنا على اختنا من الشرفي.